ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. ايه رأيكم في الأكلة دي؟ ما يختلفش عليها اتنين. جميلة جدا. البسارية تخليلها سهل جدا، مع شوية طحينة بتبقى أكلة جميلة جدا. كيلو بسارية، هنحط عليها معلقتين ملح كبار، هحط معلقة شطة كبيرة. انا نسيت اقول لكم ان انا غسلتها وسبتها لحد ما اتصفت خالص، لان لو جبتها من عند بتاع السمك وعملتها بتبقى ليها ريحة وحشة. فانا غسلتها وسبتها لحد ما اتصفت خالص، وبعدين حطيتها ملحتها. هبدأ اقلب فيها بالراحة. جبت برطمان وحطيت فيه كيس تلاجة، وهبدأ اعبيها. نحاول نجيب البسارية اللي هي تكون كبيرة شوية. في خلال 5 أيام، في اليوم الخامس بتتاكل منها وبتبقى حلوة قوي. كده عبيتهم في البرطمان ده. هحط هحط شوية زيت، هغطيها كويس قوي، ونسيبها لمدة 4 أيام. واليوم الخامس على البسارية اللي أنا عملتها. بصوا شكلها حلو قوي ازاي، جميلة وريحتها حلوة. ونسيت اقول لكم ان انا حطيت لها ورق لوري بيمنع الزفارة وبيخلي ريحتها حلوة قوي. بصوا شكلها حلو قوي ازاي. وانا فتحت عليها في اليوم الرابع، استوت وبقت حلوة قوي. بصوا جميلة جدا وريحتها حلوة قوي. وما تنسوش تغسلوها قبل ما انتوا تخللوها، بتبقى ريحتها حلوة، والورق اللوري بيديها ريحة حلوة قوي. جربوا الطريقة هتعجبكم، وما تنسونيش في لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد.